11 مرة يصير يتكلم عن ثورات، يتكلم عن إطاحة زعماء دول، وكلها تصير في يوم لمعة، يروح لمعة ما يلقى ولا أحد في المسجد، والخطيب شكله يخوف، أو شكله يعني مو مألوف عندنا أبيض بأبيض وينشع نور. أنا الحين معاي اتصال من الشيخ وسيم يوسف اللي تكلم في هذا الحلم. مساك الله بخير شيخ. حياكم يا مرحبا. عليكم السلام. بداية شيخنا ليش ما فسرت هذا الحلم للأخ؟ كما تعلم أخوي أحمد، ليس كل ما يعلم يقال. لأنه هذه الرؤية صراحة أنا حينما كلمت تحت الهواء فعلا أنا أزعجتني. لأنه أنا في تصوري لما جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه لباس الأبيض وليس عليه أثر السفر، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الذي على المنبر كان يلبس البياض. فهذا الإسلام، أنا وقع في نفسي أنه الإسلام. وفي يوم الجمعة الآن انظر لكل ما يحدث الآن في الدول العربية، لا تقع المصائب أو لا تقع الثورات إلا في يوم الجمعة. تبدأ يوم الجمعة صح. لهذا السبب والأسماء وكذا لا يصلح أن يعلم العامة الأسماء. فهناك أمور للخواص وهناك أمور للعوام، وعلم العوام في هذا التعبير لن يضرهم، لن يقدمهم ولم يؤخرهم. هذا لا يصلح إلا لرجل له كلمة. طيب في شيء تحقق من هذه الرؤية يعني ممكن نتكلم فيه؟ أنا سئلت قبل 3 شهور من أحد الوزراء، قال لي يا شيخ هل هذه عن دولتي، قال هل الدولة هذه من ضمنها؟ قلت لا لله الحمد. فسألني عن دولة السورية، فقلت نعم كانت من ضمنها. فوقعت. وقعت الثورة؟ نعم قبل الثورة. فيوجد نعم أسماء. والزلزال شيخ؟ نعم. والزلزال هذا؟ الزلزال الرؤية وقعت بالضبط 21/2. انظر إلى تقدير الله عز وجل. اتصل بي الرجل 21/2. 11/3 يعني بعد 20 يوم بالضبط وقع زلزال اليابان. زلزال اليابان؟ نعم. يعني هذه الغيمة والكلمة هذه ترمز لليابان؟ ترمز لليابان، ولا تنسى أنها كتبت بزلزال ربك. تحتمل أنها اليابان، وتحتمل أنا أقول والله أنا تحتمل ما يقع للمسلمين من قتل، لقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فأنا أعبرها، أنا لم أعبرها عن زلزال اليابان على فكرة، أنا عبرت الأحمر بالدم وزلزال ربك ما سيقع للمسلمين من نكبة. طيب في ناس حاولوا يفسرون هذه الرؤية، هل يجوز تفسيرهم يعني ولا هي خاصة لك يعني كونها اتصل فيك الشخص نفسه؟ أنا صراحة كل من عبرها وصلني لي تعبيره، هم كانوا على قسمين. رجل خرج من المنتديات، طبعا أولئك الجبناء يسمون أنفسهم بأسماء مستعارة ثم يوقعون تأويلها على هواهم. رددت عليهم ولو كانوا صادقين لأخرجوا لنا أسماءهم. ورجل آخر للأسف من المشايخ قال هذه الرؤية مكذوبة وهذه الرؤية تأليف. نقول والله لو كانت تأليف لعلمناها، لكن كيف يوسف عليه السلام لم يعلم أن الرؤية مكذوبة حينما قال له إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة، قال أما أحدكم فيصبح فتأكل الطير من رأسه، قال إنما أمازحك. فقال يوسف قضي الأمر عليه السلام. فقال العلماء لا يعلم معبر أن هذه الرؤية كذب أم صدق. المسألة الثانية أنا بعد هذه الرؤية ربما بشهر وقعت أحداث لم تكن لا أحد يتوقعها على هذه الأرض، فدل على صدق الرؤية وتواطؤها. طيب لو أحد صار فيك المسؤولين راح تفسرها حقه؟ يعني أنت اليوم العوام ما راح تفسر لهم هذه الرؤية؟ لا، هناك أسماء وهناك الرجل أخبرني بأشياء لم يخبرها على الهواء لا تصلح العامة. يعني أنا أخبرت ربما 25% كما يقال، فلا تصلح هذه إلا للسلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن أي يثبت. وأنا لا أريد من هذا لا وصل لا جزاء ولا شكورا. الحمد لله عندي مال وعندي سيارات وعندي بيت، لا الحمد لله موسع علينا. حتى ما بعض الناس قدحوا في ديني، قال هذا الشيخ يريد أن كذا ويريد أن يقتات على هذا. والله ما كنا هذا. والشاهد الوحيد الآن هو شاهد وحيد لهذه الرؤية. هو ولا أنت شيخ؟ الله أعلم. أنا والله لا أريد، الله أعلم. هذه أصمت عنها. هذه أصمت، لأن الرجل قال الرؤية وذهب. ومعلوم أن في الفقه الإسلامي عفوا في الرؤى والأحلام أن هناك ربما رجل أشعث أخضر يرى رؤية تخص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان فرعون كافر رأى رؤية تزيل ملكه، وعزيز مصر رأى رؤية تخص شعبه، فما ظنك بالمسلم؟ شيخ وسيم يوسف شاكر لك اتصالك ومداخلتك معنا في اليوم السابع، والله يوفقك إن شاء الله. احنا شفنا رؤية وتفسيرها من الأخ وسيم.